بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا. النهاردة إن شاء الله معنا وصفة مصرية أصيلة، هي صينية البطاطس باللحمة. معنا المكونات بتاعتنا طبعا بطاطس مقشرينها وغسلينها، هنبتدي بقى نقطعها على شكل مكعبات كده عشان تتحمل معانا السوا. ومعانا بصل غسلينه ومقشرينه، ومعانا طماطم، ومعانا فلفل أخضر. كده خلصنا كمية البطاطس، هنبتدي بقى نخرط البصل بتاعنا على شكل شرايح. كل ما زودتي كمية البصل هتديكي طعم أجمل. وكده خلصنا كمية البصل بتاعتنا، هنخرط بقى الفلفل. معانا فصين توم. بعد كده هنحط التوابل بتاعتنا اللي هي ملح وفلفل وكمون وبابريكا، وممكن تحط لها برضو شطة حراقة لو حابة. هنا بقى هننزل باللحمة بتاعتنا، وعادي لو مفيش لحمة ممكن تعمليها من غير لحمة برضو بتبقى جميلة. بعد كده بقى نخرط الطماطم بتاعتنا. هنبتدي بقى نقلب كل المكونات مع بعض كده. بعد كده هننزل بالصلصة ومعلقة صويا صوص، ونبتدي برضو نقلب المكونات مع بعضيها. نجهز الصينية بتاعتنا بقى وننزل بقى بالخضار واللحمة. بعد كده بقى هنحط معلقتين زيت، وطبعا بقى معانا الدهنة دي بتاعة اللحمة، دي اهم حاجة في صينية البطاطس. ممكن ما تحطلهاش لحمة وتحط لها الدهنة دي، بتوديها في حتة تانية خالص. بعد كده بقى معانا ورقة الزبدة بليناها مية وكرمشناها كده، وهنحطها بقى على وش الصينية عشان مش هينفع نحط ورق الألمونيوم على طول عليها. بعد كده بقى هنغلفها بورق الألمونيوم كويس. احنا مش هنحط لها طبعا مية خالص، لان طبعا ورق الألمونيوم هيكتم الحرارة وهيسويها من غير اي مية. هنقفل عليها كويس، وبعدين بقى هندخلها الفرن. وبعد كده بقى هنعمل معاها الرز المعمر بتاعنا. هنا غسلنا الرز وحطيناه وحطينا اللبن، دوبنا فيه سمنة وزيت وملح ومعلقتين قشطة وحطيناهم على الرز. وده شكل الصينية بتاعتنا بعد ما شلنا من عليها ورق الألمونيوم، وده شكل الرز بتاعنا لما استوي. ودي بقى شكل الصينية بتاعتنا، شلنا من عليها ورق الألمونيوم عشان تتحمر وبقت معانا بالشكل ده. ريحتها في الفرن كانت تحفة، جربوها هتعجبكم الوصفة، وسهلة وبسيطة وصحية. ومعانا البطاطس مش مهرية ولا حاجة، مستوية وماسكة نفسها في نفس الوقت، واللحمة دايبة على الآخر، يعني مكنتش عارفة اخرجها بالمعلقة من كتر ما هي مستوية. ده البطاطس معانا هي مستوية، واللحمة برضو. جربوها بقى وان شاء الله تعجبكم الوصفة. ده شكلها معانا. واللحمة بتاعتنا دايبة خالص، بس انا بقى مكنتش قادرة امسكها عشان كانت سخنة جامد. ودي كانت وصفتنا النهاردة، جربوها بقى وقولولي ايه رأيكم. اشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله.